فترات كثيره افضل من منتخب البرازيل، لا في الاستحواذ لا في الخلق. المغرب جاي باش يدافع حتى هو على الحظوظ ديالو ويحاول يمشي الى ابعد نقطه في هذا المونديال ان شاء الله. قطع كواري بزاف وما تيخافش وتياخذ كره من عند لي ديفونسور، من عند لي غارديان وشونجمون. دونك هذا المدرب تيامن بالمجموعه ماشي عا بال11 اللي تيلعبوا، وهذا الشيء ديما سايقين في الفرقه ديالنا، ديما نشجعوهم، ديما ندعيو معاهم ان شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه تحليل ديال يوسف شيكو على الماتش ديال المغرب والبرازيل. يوسف شيكو اللي محلل كبير باسطور ولاعب كبير كان في المنتخب المغربي. مبغاش كيفاش نعرف باش نبدا لكم واش نقول لكم مبروك ولا هارد لاك. انا تنقول هارد لاك للمنتخب المغربي ومبروك للمنتخب البرازيل على النتيجه التعادل اليوم. مباراة كبيرة اليوم، المنتخب المغرب اللي لعب مباراة كبيرة وكان فترات كثيرة أفضل من منتخب البرازيل، لا في الاستحواذ لا في خلق الفرص، لا كنا أفضل منهم على المستوى البدني، كنا تكتيكيا أفضل منهم. للأسف تنقول حنا ضيعنا جوج نقاط، ولكن الحمد لله الأداء كان ممتاز. أول مباراة في كأس العالم، دونك هذا غيعطينا واحد الحافز كبير وتعطينا واحد الثقة أكثر. الدراري كانوا كلهم تبارك الله في المستوى اليوم، ولا واحد نقدروا نقولوا ما كانش في المستوى، لكن كلهم كانوا الاداء الجماعي كان ممتاز، لا دفاعيا ولا حتى النواحي الهجوميه كذلك. بونو بداو به كان اليوم ممتاز كالعاده، ديما بونو في الفورمه ديالو ديما تيعطينا الثقه اكثر. المستوى دفاعيا كنا مزيانين، كان شويه ديال بعض الاخطاء خصوصا يارون شويه اللي كان عمل بعض الاخطاء، ولكن على العموم دار ماتش مزيان. النصير مزراوي اليوم كان ممتاز، كان ما شاء الله عليه، ملي يقرع ولا ما شاء الله تيجري في اي بلاصه، وكان كان قدم ماتش كبير، لا في الكوتي ديفونسيف ولا حتى في الاوفونسيف. نفس الشيء بالنسبه للحكيمي اللي كان بزاف تيمشي بزاف قدام، يمكن الخطا اللي درناه حنا ما كناش نديروا ليه لا كوفرتور، حقاش فينيسيوس ديما كان تيبقى ما تيرجعش معاه، تيبقى غير فوا تياخذوا الكره تيلعبوها في كوتي غوش. دونك في البريمير ميطون دو اوكازيون، وحده سونترا كانت ماركا والاخرى ماركاها، هادشي اللي داروا تقريبا في الماتش كامل. لكن انا صراحه عجبني الميلو تيران اليوم كان مزيان، العناوي مع بوعدي ومع اناحي شويه. دوزيام ميطون يمكن نقص شويه. السايباري كذلك رغم انه ماشي هذاك هو البوست ديالو، ولكن لعب اليوم ماتش كبير. بلال الخنوس اليوم هو كان ممتاز. ابراهيم يمكن الشوط الاول كان مزيان، الشوط الثاني شويه نقص، وحتى لي شونجمون تبارك الله كانوا مزيانين وكانوا في المستوى، وكاع لي الدراري اللي دخلوا عطاو الاضافه ديالهم، لا مرابط لا ميموني لا شكون اللي دخل، صلاح الدين كذلك في الكوتي غوش، كاع الدراري اللي دخلوا، رحيمي كذلك. دونك سيت هذا الماتش نبداو عليه ان شاء الله في المباريات الجايه، هذا يعطينا ثقه اكثر. واليوم عطينا اشارات كبيره للعالم كامل وكاع المنتخبات بان المغرب ما بقاش منتخب اللي يستهان به. المغرب جاي باش يدافع حتى هو على الحظوظ ديالو ويحاول يمشي الى ابعد نقطه في هذا المونديال ان شاء الله. واحد الوقيته حنا شدينا الكره اكثر، الاستحواذ يمكن اكثر. تخيل البرازيل حنا واخدين لهم الاستحواذ، دونك هنا كاينه لا كاليتي. وانا بغيت نهضر اكثر على بوعديت، ما شاء الله بوعدي بهذيك الثقه اللي تيلعب بها 18 عام، وبهذيك لا كونفيونس، وبهذيك قطع كواري بزاف وما تيخافش وتياخذ كره من عند لي ديفونسور، من عند لي غارديان، وكيفاش يلعب ورغم ما تيكونوا عليه الضغط ما تياخذوش الكره، يعني تلعب تحت الضغط بواحد الشكل ممتاز. دونك انا في اعتقادي هو نجم الماتش اليوم، رغم ان كلشي كانوا نجوم، ولكن هو كان بحكم انه يلاه جا وما تاقلمش دغيا. دونك كان في المستوى الكبير صراحه. بزاف الاخوان تيتسالوا علاش ما كنتش اليوم. انا كنت في المكسيك، يلاه جيت انا، يلاه وصلنا. محمد ساعدوني انه كان خصو يدير الماتش، مشى. انا ما قدرتش نمشي لحقاش ديجا كان تحط البروغرام قبل سايس وهذاك فيرناندينيو ومحمد ابو تريكه. دونك ان شاء الله في الماتشات الجايه نكونوا معكم ان شاء الله. اللي بغيت نقول هو ديما سايقين في الفرقه ديالنا، ديما نشجعوهم، ديما ندعيو معاهم ان شاء الله. وانا متاكد بزاف بلا مع المدرب. وانا علاش شفت هذاك الشيء اللي شفت
وهبي اليوم عطانا بالله مدرب كبير ومدرب تيفهم ومدرب تيقرا الماتشات مزيان. من خلال حتى لي شونجمون اللي دار والقراءه اللي تيدير، الشونجمون كلهم كانوا ناجحين. اللي خرج خصو يخرج، واللي دخلوا عطاو الاضافه. دونك المدرب تعتمد على المجموعه، لانه لي شونجمون دار كاع لي شونجمون، دار 5 لي شونجمون. دونك هذا المدرب تيامن بالمجموعه ماشي عا بال11 اللي تيلعبوا. وهذا الشيء هو اللي كان عندنا مشكل فيه، كنا تنلعبوا على 11 ما كانش عندنا البدلاء. دابا ولا عندنا البدلاء على كل المستويات، على الهجوم، في الوسط، في الدفاع. دونك ان شاء الله نتفائلوا دائما خير، وغادي نكونوا ان شاء الله في المستوى افضل في المباريات الجايه. بالرغم ان المباراه الاولى دائما تكون مباراه صعبه، وما مع منتخب اللي التاريخ ديالو بالشخصيه ديالو باللاعبين ديالو. دونك هذا الشيء تا ما خصناش نساهم. لكن اللي عجبني انا هو انا حطيت واحد ستوري، درت برونوستيك. انا الثقه اللي وصلوا ليا المغاربه كلهم ما كاين حتى شي واحد، تقريبا الالاف ديال البرونوستيك كلشي تيقول 2-1. ما كاينش قليل اللي تيقول تعادل. دونك وصلنا لواحد المرحله بين المغاربه ما شاء الله ولاو تايقين في الفرقه ديالهم، وتايقين في هذاك الاداء، وتايقين بان هذه الفرقه هذه ومع هذا المدرب ومع المجموعه هذه غيمشيو معين في هذا المونديال هذا ان شاء الله. وان شاء الله غادي يكون على الخير ان شاء الله. دائما تفائلوا بالخير. وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم. مبروك علينا ماشي النتيجه، ولكن حتى النتيجه نقول مبروك علينا الاداء. اولا الاداء اللي صراحه كان اداء ممتع، واداء الواحد ملي تيشوف هذه الفرقه تتلعب تيفتخر بهذه الفرقه ديالو، تيفتخر بالبلاد ديالو. وخليكم ديما وراء الفرقه ديالكم وراء المنتخب ديالكم، سواء في المغرب ولا خارج المغرب ولا اوروبا ولا حتى اللي مشاو لامريكا. دائما نتمنى باش يبقاو دائما دايرين يعني هذه الثقه في هذه الفرقه هذه، والحضور اللي كان دائما تيكون حضور قوي. ما شاء الله المغاربه فيما مشاو منورين ودائما رافعين الراس، لا الفرقه ترفع الراس ولا الجمهور حتى هو تيرفع الراس. دونك المغاربه الحمد لله، اللي مغربي خصو يفتخر بيكون دائما مغربي. الحمد لله على كل شيء. دونك هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم اليوم. دونك نكون معكم ان شاء الله في الماتش الجاي، وغيكون عندنا بزاف ديال الحديث ان شاء الله. نبقاو ندوزو في اللايفات، نبقاو نهضروا شويه على الماتشات على المنتخب وعلى يعني الجديد اللي غيكون ان شاء الله في الفريق الوطني ان شاء الله. نتمنى لكم خير. ديما مغرب، ديما مغرب، ديما مغرب. الله يحفظكم وتصبحوا على خير ان شاء الله.